اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ولادي طلبوا مني شاورما وما كانش عندي لا لحمة ولا فراخ في التلاجة، بس اتصرفت وعملت لهم سندوتشات أحلى مليون مرة وصحية وطعمها خطير جدا جدا زي الشاورما بالظبط. يلا بينا نسمي الله ونشوف هنحضرها ازاي مع بعض. في البداية هنجيب حبتين بتنجان، هنغسلهم كويس ونشيل الراس بتاعتهم ونقطعهم شرايح بالطول كده زي ما انتوا شايفين. بعد كده بناخد كل شريحة وبنقطعها شرايح رفيعة زي ما انتوا شايفين بردك. هنحتاج كمان لفلفل ألوان وطماطماية وبصلتين وفلفل حامي لو بتحبوه. هنبدأ نقطع الفلفل الألوان شرايح رفيعة، ونقطع الطماطم ونقطع البصل شرايح رفيعة، ونفك بعد كده شرايح البصل بعد كده من بعضها. ودي طبعا فلفلة حامية اختياري لو بتحبوا الأكل سبايسي. كمان عندي شوية بقدونس كده قطعتهم ناعم بالسكينة. يلا بقى في طاسة بقى على النار متوسطة هننزل بمعلقتين كبار من الزيت، ونبدأ ننزل بشرايح البتنجان وهنديهم تشويحة كده لمدة 5 دقايق بس. بعد كده هننزل بمعلقة صغيرة من الملح ومعلقتين صغيرين من الثوم المفروم، وهنقلب كله مع بعضه. وهننزل بعد كده بمعلقة صغيرة من الفلفل الأسود ونص معلقة صغيرة كمون. بس حبايبي ما تكتروش الكمون علشان الكمون بيمرر. بعد كده معلقة صغيرة من بهارات الشاورما، ودي هتلاقيها متوفرة عند العطار. والمعلقة دي بقى اللي هتحول طعم الوصفة معاكم بجد للشاورما، كأنكم بتاكلوا والله شاورما بالظبط. هنديهم تقليبة كلهم مع بعضهم. هبدأ بقى أنزل بشرايح البصل ونقلب، وبعدين ننزل بالفلفل الألوان ونقلب، وبعدين ننزل بقطع الفلفل الحار وشرايح الطماطم ونقلب بردك. وأول ما الخضار يدبل معانا هنطفي النار وننزل بعد كده بالبقدونس. هنركن بقى الكلام الجميل ده على جنب وهنحضر مع بعض أجمل سلطة طحينة. في طبق هننزل ب3 معالق كبيرة من الطحينة. وعايزة أقول لكم الطحينة دي دايما بعملها في البيت ومش بشتريها من بره خالص. ليه؟ لأن الطحينة بره غالية جدا جدا، وهتلاقوا الفيديوهات بتاعتها على القناة، ياريت تشوفوها. هننزل عليهم بمعلقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود والكمون وعصرة صغيرة ليمون، ونقلب كله مع بعضه كويس جدا. بعد كده نبدأ ننزل بالمية الدافية لحد ما نوصل للقوام المطلوب. كده الطحينة جاهزة معانا. تعالوا بقى نجهز أجمل سندوتشات مع بعض. جبت سندوتشات الجيزر الجميلة، هبدأ نحط فيها طحينة وهحط الحشو الجميل. فعلا أحلى سندوتش شاورما صحي بدون أي لحوم أو فراخ. طعمها فعلا جميل جدا جدا وخطير، لازم تجربوها. وهستنى رأيكم. ما تنسوش اللايك الجميل والاشتراك لو أول مرة تشوفوني. كانت معاكم الشيف ماجي، وأشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله.